عام 1971 منظمة الأمم المتحدة استعرفت بالصين الشعبية الشيوعية كسلطة رسمية على التيريتوار الصيني اللي نعرفوه توا. ومن اللحظة هذه فرضت الصين الشعبية مبدأها في العلاقات الدولية، مبدأ الصين الواحدة، بمعنى أن الأقاليم اللي كانت تابعة للصين تاريخيا لازم يرجعوا تحت سلطة واحدة. وفرضت الصين هكا على المجتمع الدولي باش يستعرفوا بها هي أكاهو كصين واحدة على حساب تايوان، وهكاك تايوان خسرت كرسيها في الأمم المتحدة. فوق من هذا لاحظوا خدمة الدبلوماسية الصينية والأمريكانية بين شو إن لاي وزير خارجية الصين وهنري كيسنجر وزير خارجية أمريكا، اللي قربوا بينات رؤساء دولهم ماو تسي تونغ وريشار نيكسون، ونظموا المقابلة الشهيرة هذه عام 1972، الشيء اللي خلى العلاقة بين زوز دول تتحسن شوية. لكن الحكاية هذه ما دامتش برشا، ورجعت أمريكا تساند تحت الطاولة في تايوان في الثمانينات بالمبادلات التجارية الكبيرة، خاصة في مجال الدفاع والتكنولوجيا، وبالتحديد في المايكروتشيبس، واللي هما عبارة على مخاخ الكمبيوتر والتليفونات الذكية اليوم، اللي كانت ومازالت لليوم تايوان تصنع فيهم كميات كبيرة وبتكنولوجيات متطورة برشا. ثمانينات تسعينات، وهوني نخلطوا بالتحديد لعام 1997 وين صارت تقريب نفس الحاجة اللي صارت في أوت 2022، وين رئيس مجلس النواب متاع وقتها نوت جانغريتش مشى لتايوان وتسبب في غش الحكومة الصينية الشعبية، اللي رات في الجاية هذه استفزاز كبير، على خاطر اتصاليا وسياسيا وقت اللي مسؤول كبير في أمريكا يمشي في زيارة رسمية كأنه يعبر على اعترافه بالبلاد هذيك. في 2013 مع طلوع سي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية والأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، الصين بدلت سياستها الخارجية وأعلنت على مشروعها العالمي طريق الحرير الجديد، اللي يتعدى من مضيق تايوان وين يتعدى أكثر من ثلث المبادلات التجارية العالمية، الشيء اللي يخلي جمهورية الصين الشعبية تشد صحيح في أنها تسترجع الجزيرة وتفرض هيمنتها عليها. وهكاك من شيرة تكون ربحت العركة التاريخية مع الكومينتونغ، العركة الدبلوماسية مع الأمريكان، والعركة الاقتصادية مع العالم كامل، كيف الدول الكل تولي مربوطة بها هي باش يصنعوا الماكينات الذكية ويخلصوها على المبادلات التجارية اللي تتعدى من مضيق تايوان.